اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى المقرمشات دي؟ ولا مواد حافظة ولا أي حاجة خالص. كيس مكرونة وهنعمل أحلى مقرمشات واحنا قاعدين قدام التلفزيون كده. هسمعكم بقى قرمشتها. سمعتوا بقى القرمشة بتاعتها عاملة ازاي؟ ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملنا المقرمشات اللذيذة دي ازاي. دي مية بقى حطيناها وحطينا معلقتين 3 زيت كده، ومعلقة كبيرة ملح علشان نسلق فيها بقى كيس المكرونة اللي احنا هنعمله بيها. طبعا يا جماعة المية غليت اهي، ما ينفعش نحط المكرونة خالص غير لما المية تغلي كده. حطيتيها بقى وهي من غير ما تغلي هتبوظ وهتعجن منك وهتنشي كده وهتبوظ. لازم المية تغلي الأول وبعد كده تحطي كيس المكرونة. ده كيس مكرونة يعني من الصغير اللي هو 350 جرام ده. او ممكن تستعملي اي مكرونه، اي اشكال انت عايزاها، يعني اي اشكال من المكرونه اللي انت حباه ممكن تعمليه. بس ما عدا الاسباجيتي طبعا ما تنفعش الاسباجيتي، يعني اي نوع من الانواع الصغيره دي ممكن تعمليها. انا كده بقى اسلق المكرونه. تمام كده. انا بعد كده بعد ما اتسلقت المكرونه انا شطفتها بميه ساقعه كده من الحنفيه وصفتها كويس جدا. هنحط بقى عليها معلقتين من الدقيق وأربع معالق كبار من النشا، يعني معلقتين كبار من الدقيق وأربع معالق كبار من النشا. وهنقلبها كويس جدا لحد ما المكرونة كلها تتغلف بالدقيق والنشا. يعني تغلفيها كويس جدا وتقلبيها كويس جدا علشان كلها تبقى مغلفة، علشان خاطر تبقى مقرمشة معانا. لو ما تغلفتش كويس معاكي هتلاقي الأماكن اللي ما فيهاش دقيق ونشا ناشفة كده، يعني هتكسر السنان. انما كده بتبقى مقرمشه عامله زي الشيبس والمقرمشات اللي احنا بنجيبها نتسلى فيها دي قدام التلفزيون. تمام كده. نروح بقى على البوتاجاز بتاعنا ونحمر بقى المكرونه دي. طبعا الزيت بتاعي انا ولعت النار عليه على نار عاليه في الاول، واول بقى ما يقدح او يغلي كده الزيت كده قدح ازاي بيطلع دخانه ازاي. نحط بقى المكرونة بتاعتنا، والمكرونة يا جماعة لما نحطها نهدي النار، يعني تبقى نار متوسطة كده، ما تبقاش عالية قوي علشان ما تتحرقش منك وتبقى ناشفة، لا احنا عايزينها مقرمشة. انا بقى في الاول حطيت وحدات كده من المكرونة علشان خاطر الدقيق والنشا اللي في الحلة بقى لما اكبش كده بايديا واحط هيتحروق بقى في الطاسة وهنزل فيها دقيق كتير وكده. بس بعد كده بقى أنا حطيت كمية كبيرة، بس نفضتها كويس جدًا من الدقيق ومن النشا. طبعًا ما تحطيش برضه، يعني أنا أمّا حطيت كده أو لمّا حطيت كمية كبيرة لازم تقلّبي وبسرعة علشان خاطر ما تلزقش في بعضها. يعني ما تحطيش فوق بعضه كده وتسيبيه بقى وشوية وتقلّبي لأ، أنتِ لازم تقلّبي بسرعة علشان ما خاطر تلزقش في بعضها. لازم تقلّبيها على طول وإيديكِ فيها على طول بالمعلقة، علشان خاطر ما تلزقش في بعضها وتعجِّن. تمام كده. ونصلي بقى على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. ما ننساش بس يا جماعة نحط لايك للفيديو. تمام كده. هنقلبها بقى كده وبعدين نشوف المكرونة بتاعتنا تمام. شوف شايفين لونها عامل ازاي. انا بقى يعني انا علشان مسرعة الفيديو، يعني انا سبتها في اللقطة دي، سبتها شوية في الزيت تتحمر زيادة عن كده. بس أنا علشان مسرّعة الفيديو فأنتِ يعني متهيأ لِك إن أنا طلّعتها على طول. أنا سِبتها شوية اتحمّرت زيادة عن ما هي متحمّرة كده علشان خاطر تقرمش معانا، يعني غمّقتها شوية عن كده. تمام يا حبايبي. هنجيب بقى طبق كده ونحط عليه مناديل مطبخ، ونطلّع المكرونة بقى المقرمشة دي، وعيالِك هيفرحوا بيها جدًا. والتوابل بقى اللي هنحطها عليها هتدّيها طعم لذيذ جدًا. هنطلّعها شايفين لونها عامل إزاي. هي في الطاسة على فكرة، يعني في الطاسة لونها غريب شوية، بس هي باللون ده اللي على الطبق ده، يعني هو لونها كده، بس وهي في الطاسة كده لونها فاتح شوية. شايفين جميلة جدًا، ولا تقولي بقى مواد حافظة ولا شيبسي ولا الكلام ده لأ، حاجة حلوة أوي وأنتِ اللي عاملاها بإيديكِ. تقعدوا بقى قدّام التلفزيون تتسلوا كده، حاجة لذيذة جدًا. تمام كده يا حبايبي. شايفين لونها فظيع، فظيع، فظيع.
إحنا بقى ما مش هنحط مكرونة تاني في قلب الطاسة كده غير لمّا الزيت يسخن جامد تاني، يبقى سخن علشان ما تعجنش مننا. أنا في اللقطة دي بقى عملت إيه، حطيت كمية كبيرة، بس أنا نفّضتها كويس جدًا من الدقيق والنشا، علشان خاطر أنا لو نزّلت المكرونة جِبت كمية بقى من الحلة كده وحطيته وهي فيها نشا هتبهدل الدنيا، وهيتحروق مننا النشا والدقيق كده في الطاسة والزيت هيغمق وهيبوظ مننا. شايفين يا جماعة لونها كده حلو أوي. هنطلّعها بقى هي كمان ونحط إيه، كل أمّا نعمل رصّة كده ونطلّعها هنسيب الزيت يسخن بس إيه، كام ثانية كده، يسخن شوية علشان خاطر هو أنتِ لمّا بتحطّي فيه المكرونة درجة حرارة الزيت بتبرد، ولمّا تطلّعي بقى المكرونة كده مش هيبقى سخن أوي، تمام كده؟ نطلّعها برضه على مناديل مطبخ علشان خاطر إيه، تمتص الزيت اللي بيبقى في المكرونة. طبعًا لمّا بتحطّها بقى يعني أنا أمّا باحطّها على المناديل كده، لمّا قُرب أمّا أطلّع كمان شوية مكرونة أو المكرونة اللي بتتحمّر تاني، كنت بافضّيها في بولة، وبيبقى ما فيهاش زيت خالص ولا شاربة زيت نهائي، بيبقى لونها حلو أوي، زي ما أنتم شايفين كده جميلة جدًا. هنحط بقى التوابل بتاعتنا اللي إحنا هنحطها فوق المكرونة، توم باودر وبصل باودر معالق كبيرة حلوة كده عشان خاطر تتبّل لِك المكرونة حلو، توم باودر وبصل باودر ومرقة دجاج فورية يا جماعة، ودي بابريكا، معلقة كبيرة من البابريكا، مرقة دجاج اللي هي الفورية دي أو لو مش في فورية وطبعًا حطيت بهارات فراخ وحطيت فلفل أسمر وملح وكمون على فلفل أسمر، دي الخلطة اللي أنا ما قُلت لكم قبل كده إن أنا باعملها في البهارات كده، في علبة البهارات على بعضها، وطبعًا أنا حطيت نُص معلقة شطة كبيرة برضه اللي هي اليمة التانية دي، وبهارات الفراخ طبعًا، والمرقة الدجاج الفورية يا جماعة ما ننساهاش، تمام كده؟ وتحطي بقى إيه ال7 بهارات، يعني شكّلي كده البهارات اللي عندِك حطّي، هي بتحب البهارات كتير على فكرة. هنقلّب بقى البهارات بتاعتنا كده، ولو ما لقيتيش مرقة دجاج فورية، ممكن تجيبي اللي هي مرقة الدجاج اللي بتبقى ماجي دي، بتتفرك برضه كده، إنّما اللي هي فيها دهون دي لأ، مش هتنفع. لمّا تفركيها هتعجِّن معاكِ ومش هتنفع خالص. شايفين يا جماعة عاملة إزاي المقرمشات؟ جميلة جدًا، 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 ولونها فظيع بجد، وعيالِك هيفرحوا بيها أوي. التوابل بقى بتاعتنا اللي إحنا عملناها توم باودر وبصل باودر وبابريكا ومرقة دجاج فورية وبهارات فراخ وإيه وشطة وملح وكمون وفلفل أسمر وحاجة كده لذيذة جدًا، جدًا، جدًا. شايفين عاملة إزاي؟ ما ننساش بقى نعمل لايك للفيديو، اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا وشفا للي يجربه.